بمبادرة من شابة مغربية تعرض في لندن أعمال مجموعة من الفنانين المغاربة ضمن المعرض الثالث لمشروع هو الأول من نوعه في المملكة المتحدة. فكرة المشروع جاءت لتملأ حاجة لانتشار أوسع لأعمال مبدعين مغاربة ممن لا يحظون بشهرة كافية خارج بلدهم. أول مبادرة تقوم بها شابة مغربية يعني صغيرة السن، أول مرة تقوم بتنظيم معارض من هذا الشأن. هي منصة بالنسبة لهم حتى يعرضوا جميع أعمالهم وحتى يتعرفوا على فنانين عرب آخرين وعلى فنانين أوروبيين ويكون بينهم تعاون. الأعمال المعروضة في شركة هندسة معمارية دولية تنوعت ما بين الفن التجريدي، الفن التصويري والخط العربي، وامتازت باستخدام الألوان المشعة بطريقة تعكس أجواء المغرب العربي المشرقة. صلة الوصل بين كافة الأعمال المشاركة استخدام الألوان المشرقة ما يذكرنا بطقس المغرب المشمس، وهذه اللوحات لفنان الخط العربي المعروف نور الدين شاطر. استخدم الأحرف العربية على خلفيات ملونة ومضيئة ما يمنحنا شعورا معاصرا يذكرنا بفن البوب. يشكل المعرض فرصة فريدة ومميزة للفنانين المشاركين لتعرض أعمالهم خارج المغرب، فلندن مدينة حاضنة للعديد من الجاليات غير العربية إلى جانب العربية منها، ورواد المعرض لهذا اليوم عكسوا التنوع الثقافي للمدينة، كما عكست هذه اللوحات غنى وتنوع ثقافة الفنان المغربي. زوار المعرض ممن يعملون في مجال الفن قالوا إنهم أتوا إليه من أجل انتقاء بعض الفنانين المشاركين لتنفيذ مشاريع مشتركة، مما يوفر عليهم عناء السفر إلى المغرب للبحث عن فنانين. لدى المغرب مواهب وأعمال فنية رائعة نادرا ما ترى حول العالم، والمعرض قدم فرصة لرؤية بعض من تلك الأعمال الرائعة. أتيت للمعرض لأنني أعمل على بعض المشاريع في المغرب، وأردت أن أرى إذا ما أمكنني اختيار بعض الأعمال لاستخدامها في مشروعات مستقبلية. كمصمم هندسة معمارية داخلية ولكل شخص ذي علاقة بالفن، المعرض يشكل فرصة رائعة للتعاون. يبقى المعرض منصة للعديد من الإبداعات المغربية التي ترقى إلى مستوى عالمي، ولكن تحتاج إلى المزيد من الفرص ليتعرف العالم عليها، وبالتالي تلقى ما تستحقه من تقدير وانتشار. من لندن، سما حمدان، BBC.